بعد أن نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم صور لتحطم الطائرة المصرية، هل تعتقد أن هناك عمل إرهابي وراء هذا الحادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله وبالنسبة للعمل الإرهابي هو مش إرهابي فردي، دي منظمات دولية. طالما حسوا ان روسيا خلاص بدأت تعمل إفراج عن الحظر السياحي لمصر، وفرنسا وبعض الدول الأوروبية عملت كده، خلاص امريكا مش هديلها بال، لا هي ولا بريطانيا. ما اعتقدش، الله اعلم يعني، لان طبعا اللي انا على ما سمعناه ان التامين جامد كان في فرنسا. ما حدش يقدر النهارده يحكم مين اللي ورا الحادث او يقدر يجزم بسبب مؤكد للحادث. فرنسا هي السبب في كده، فرنسا عايزه تضرب مصر مع الدول الثانيه. ازاي؟ طيارات روسيا اللي وقعت في سينا، قالوا المصريين اللي عاملها ومش عارف ايه وكلام من ده، وتنظيم القاعده وكلام من ده. كده التقصير من مطار فرنسا مش من عندنا. زي اي حادثه من حوادث الطيران على مستوى العالم، ممكن يكون قضاء وقدر، اي ظروف خارجه عن في الصيانه، اي ظروف خارجه يعني. مش عمل ارهابي، وانما سوء صيانه، بدليل ان انا قريت على النت زميلة المضيفة اللي توفاها الله بتقول انهم قدموا شكاوي كتير للمسؤولين، والناس اللي ماتت ذنبهم ودمهم في رقبة المسؤولين مهندسين الصيانة.